الرحمن الرحيم. وصفة النهاردة باستا باللحمة المفرومة بطريقة حلوة خالص ومكونات سهلة مش هتاخد معاكي وقت. انا هقول بسم الله على طول في الوصفة. عندي هنا معلقة زيت على زبدة، وفيها كمان فصين مستكة هسيبها بس تقدح شوية. انا عندي كده الزبدة والزيت قدحوا. هنزل ببصلة دي كده مبشورة عليها رشة فلفل اسود، هاخدها بس تاخد تشويحة كده وتاخد لون فاتح. البصلة عندي خدت لون ذهبي فاتح. هنزل باللحمة المفرومة، طبعا الكمية تقديرية. هسيب اللحمة تتشوح مع البصل. اللحمة خدت عندي صدمة من كل الجوانب واتشوحت كويس. هنزل بقى بطماطم وفلفل الوان متقطع كده مربعات صغيرة، هسيبهم برضو ياخدوا كده تشويحة مع بعض. الخضار اتشوح عندي مع اللحمة. عندي هنا معلقتين صلصة كبار ومعلقة هريسة اللي هو الفلفل الأحمر المطحون. المنكهات اللي عندي ملح وفلفل طبعا حسب الرغبة، وكزبرة ناشفة ورشة سكر علشان الطماطم والصلصة تعادل الحدقية بتاعتها. هنزل عليهم بقى بكبشتين مية سلق المكرونة علشان تستوي وتتسبك معايا وكل الخضار مع اللحمة يكمل سواه. هدي عليها النار. الصلصة اتسبكت، هنزل بشوية كريمة لباني. لو مش متاحة ممكن تنزلي بمعلقة قشطة او البديلة بتاعتها كوباية لبن عليها معلقتين كبار كريم شانتيه خام ونخفقهم كويس. وممكن تزودي عليهم كمان معلقة لبن بودرة هتدي طعم القشطة الكريمة اللباني بالظبط. هبتدي انزل بالمكرونة اللي انا سلقاها، اي نوع مكرونة عندك. ونحط لها رشة ريحان بتدي تستعالي قوي للباستا. اخر مكون بقى رشة الموتزاريلا، تبقى كده جهزت عندي للغرفة وللأكل. عايزة اقول لكم طعمها وريحتها بجد تحفة قلب المكان. كده تكون جهزت للأكل. اتمنى ان انتوا تجربوها، وياريت تسيبولي كومنت تقولوا رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديدة.